السلام عليكم صحباتي الزوينات الفنات المهمات ديالي الغاليات. اليوم نهار جديد وفيديو جديد مع اختكم ريهام اللي كنتمنى يلقاكم في صحه جيده وعواشر مبروكه عليكم، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. اليوم غادي نشارك معكم البنات الطريقه ديالي في سلو سلو معلك مقوم واقتصادي وبكميه قليله اللي بزاف ديال البنات كيبغيو يديروا كميه قليله وما كيعرفوش يديروها. اليوم غتشارك معكم اختكم ريهام سلو مقوم معلك بنين وبكميه قليله. خليكم معايا، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. هنايا البنات غادي نبدا غنشد اليوم السلو ان شاء الله نقدر نكملو ونخلطو اليوم. هنايا البنات عندي غنعطيكم المقادير مضبوطه وغادي نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. هنايا 300 غرام ديال اللوز، عندي هاد اللوز البنات هذا البلدي. هنا عندي 300 غرام ديال زنجلان البلدي، هذا راه نقاتو ليا ماما باقي خاصو غير يتقلى. هنايا عندي رابعه ديال الكاوكاو. صراحه الوصفه اللي كنت غادي ندير للناس ما فيهاش كاوكاو، غير قالت لي ماما زيدي. الا بغيتو ما ديروش كاوكاو كاع يمكن لكم تستغناو عليه، ديروا غير هادشي المقادير اللي غنعطيكم دابا بلا كاوكاو. صافي زدت انا هنا واحد الرابعه ديال الكاوكاو ها هي. هنايا البنات عندي القرفه هذه جديده عرفتو ريحتها كتنوني. هنايا عندي حبه الحلاوه، وهنايا عندي النافع البلدي، وهنايا عندي المهم انا غنكتب لكم البنات المقادير داكشي اللي استعملت انا غنكتبه لكم مضبوط في صندوق الوصف. هنايا عندي السكر كلاصي، والحلاوه راه كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي حلو كاين اللي ما كيبغيش حلو بزاف. ذوقي وتبقاي ديري وذوقي تتوصلي للحلاوه اللي بغيتي. وهنايا عندي مسكه حره، وعندي جوج كوزات. الكوزات راه ما غاديش ندير هادو بجوج، غندير غير وحيده ولا ما غنكملهاش كاع. صافي البنات دابا غادي نبدا معكم في طريقه التحضير. غادي ندير الطحين حتى هو غادي نقليه وغنشارك معكم الطريقه باش كنقليه. الكاوكاو البنات غادي نخوي عليه الماء طيب وغادي نفسخو كي غندير اللوز كي غندير الكاوكاو. غادي نكب عليهم الماء طيب ونفسخهم وغادي نقليهم. ويلا البنات هانتوما معايا. واول حاجه البنات غادي ناخذ كاوكاو غادي نديرو في كاسرونه وغادي نخوي عليه الماء الطيب وغادي نديرو فوق البوطه على عافيه مهيله، وغادي نبقى كنهز من هذاك الكاوكاو ديالي من فوق البوطه وغادي نبقى نفسخ فيه. انا الغلط اللي درت البنات هو ان كاوكاو كان عليا ناخذو مفسخ، راه كيتباع البنات بلا قشور، ما كيعذبكم حتى شي حاجه، كيعذب. وانا خديت هاد الكاوكاو البلدي هذا اللي كيكون صغير عرفتو عذبني وخدا ليا الوقت عرفتو، بقيت معاه بشويه حتى فسختو حطيتو هكايا. درت ليه الطريقه كنهز من الكاسرونه وكنحط فوق البوطاجي وكنبقى نفسخ به نفسخو بيديا وكنبقى نعزل الكاوكاو على القشره. واخا عذبني وخدا ليا الوقت. مهم الا بغيتو ديروا هاد الطريقه ديال انكم تقليو كاوكاو فخذوا كاوكاو من الاول مقشر باش بلا ما يعذبكم. صافي وغادي ندوز للوز حتى هو غادي نخوي عليه الماء الطيب. اللوز ما كيعذبش بحال كاوكاو اللي فيه العذاب في التقشار ديالو، خصوصا هاد كاوكاو هذا اللي كيكون بلدي صغير. صافي كنبقى كنفسخ وكنعزل الكاوكاو على الجلده. وهنايا البنات هو كاوكاو كملته. دابا غادي ندوز اللوز هو غادي نديرو في كاسرونه وغادي نخوي عليه الماء طيب وغنديرو فوق البوطه غير واحد 5 دقائق ما كامله. صافي وغادي نفسخو، عرفتي كيتفسخ بسهوله دغيا. هنايا البنات دزت الطحين غادي نحمرو في الكوكوط. خديت واحد 500 غرام ديال الفورص على ما غادي نغربلوها، وهذه غتبقى لنا تقريبا شي 400 غرام. ما كنديروش الفرص، انا غادي ندير معكم كميه قليله ديال السلو. صافي كنحمروا البنات في الكوكوط شي 4 سنين هذه، وانا كنحمر فيها الدقيق كتحمروا بطريقه زوينه وعمليه احسن من الفران. صافي غير ديروه على عافيه، ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله بزاف، نار متوسطه، وتبقاو ايدكم وايد تحرك ما تغفلوش عليه. غير يبان لكم اللون ديالو ذهب، ما تخلوش يولي داك اللون القهوي الفونسي باش ما يعطيكمش
نكهه خايبه في السلو ديالكم، غير يذهب واحد شويه صافي طفيو عليه العافيه. وغادي ندوز للزنجلان حتى هويا غادي نقليه. انا البنات غادي نقلي اللوز وغادي نقلي كاوكاو. غادي تقولوا لي علاش ما درتيهش في الفران. شوفوا البنات انا مجاربه هذاك سلو، درته واحد العام صحي كامل، كلشي قليته في الفران، ما قليت حتى شي حاجه. والدقيق درت الدقيق الكامل بنخاله ديالو شططته ودرته حتى هوايا. ولكن البنات هذا غنقول لكم كيجي صحي 100%، ولكن ما كيجيش لذيذ بحال هذا اللي كتكوني قاليه كاوكاو وقاليه اللوز. هذا كيجي لذيذ. وكسكسو المغربي الاصيل راه كاوكاو كيتقلا واللوز كيتقلا. وانا عندي راه تابعين غير اللذه وهنا البنات ها هوايا الزنجلان طحنته. هنا غادي نحيد منه واحد الكاس، غادي نزيدو في الاخر. ذوقوها البنات، شوفوا اللوين ديالو كيفاش كيكون فاش كيتحمر، راه باقي سخون. وهنا البنات الدقيق راه غادي يتغربل، ها هوايا تحمر. الكوكوطه البنات راه كتحمر الدقيق بطريقه زوينه وعمليه احسن من الفران كيعذب. هنايا البنات الكاوكاو ها هوايا غادي يتقلى. دابا غادي نبدا نقلي في كاوكاو واللوز. شوفوا اللوز البنات، هاد اللوز راه بلدي وصافي. هنايا البنات عندي حبه الحلاوه وهنايا النافع البلدي، ها هما نقيتهم. هادو غادي يطحنوا. دابا غادي ندوز باش نقلي اللوز وكاوكاو، وعاد غادي نرجع معكم بتتمه الطريقه. وهنا البنات درت الزيت في المقله ديريكت، غادي تشوفوني غير درت الزيت في المقله، درت فيه اللوز. ما تخليوش الزيت حتى يسخن، اللوز قليوه ديروه في الزيت باقا بارده، وما تجهدوش عليه البوط على عافيه مهيله البنات باش اللوزه ما تحمرش معاكم دغيا وتقرمش. خاص اللوز ياخذ واحد اللون ذهبي ويكون اللوز مقرمش. ومني غادي نقلي اللوز غادي ندير كاوكاو من وراه. صافي كما قلت لكم البنات داك العام اللي درت فيه انايا سلو صحي 100%، ما بغاوش ياكلوه ليا والله العظيم البنات ما بغاو ياكلوه. هكا بهذه الطريقه البنات كيجي سلو ديالكم لذيذ بزاف بزاف بزاف. وسلو راه كنديرو غير مره في العام، وغادي نديره انايا بكميه قليله، ففضلت نديرو هكايا بالطريقه الاصليه ديالو. كيجي لذيذ 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 بزاف ومقوم ومعلق. صافي كما شفتوا من بعد ما قليت اللوز درت من وراه كاوكاو. شوفوا البنات حاولوا هكا، شوفوا انا غادي تلاحظوا كيفاش غادي نهز كاوكاو من المقله وكيفاش غادي يرجع اللون ديالو. عرفتوا حطيته في هذيك الزلافه ديال الدجاج وبقى كيتقلى، كنسمع هكا الكاوكاو باقي كيتقلى. هنا دزت البنات كنطحن في حبه الحلاوه والنافع. ها هو النافع هنايا طحنته. شوفوا اللوز البنات عرفتوا راه حطيتهم من المقله وتزادوا تفونصاو، كتبقاي تسمعيهم هكا بحال باقيين فوق البوطه كيتقلاو. وتما حطيت الزبده باش غادي نقليها. صافي هنايا البنات بديت كنطحن في الزنجلان ديالي. انا البنات بغيت نطحن غير في المونينيكس، ولكن بصراحه المونينيكس ما دارت ليا والو، شدات ليا الوقت. مع بغيت نشارك معكم الطريقه كامله من الاول حتى الاخر. فضلت نطحن غير في الدار، ما نديش العطار يطحن ليا، ولكن عرفتوا المونينيكس ما دارت معايا حتى شي حاجه. هنايا البنات كنطحن في الزنجلان. المهم الزنجلان راه طحناتو ليا، فجيت الكاوكاو وحلت معاها. هنايا الزنجلان البنات راه طحناتو. الزنجلان هزيت منه واحد الكاس تقريبا اللي غادي نزيدو في السلو ديالي في الاخر هكاك الصاين. صافي وغاديه معاها بشويه، واخا كتعطل كنبقى معاها بشويه 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 حتى كيطحن ليا الزنجلان ديالي. المهم الزنجلان راه طحناتو ليا وفجيت نطحن كاوكاو تما فين حصلت والله. حتى كنت صافي غادي نجمع كاوكاو واللوز وغادي نخرج نمشي عند العطار نطحنهم. وانا نعيط لواحد البنت صاحبتي قلت لها عتقيني جيبي لي الهاشوار. صافي وهي تجيبها ليا، هي اللي كملت فيها كاوكاو واللوز. هانتوما غتشوفوا هنايا البنات الكاوكاو عاد لقيتو باقي صاين ما طحنش ليا. صافي هنايا البنات جابت لي البنت الهاشوار، عرفتي عتقاتني وعجباتني هاد الهاشوار. ان شاء الله غادي ناخذ بحالها، عرفتوا كتنفع الهاشوار. صافي راكم شفتوا تما اللوز درتو فيها دقه وحده. شوفوا طحناتو ليا. انا ما بغيتش نطحنو بزاف بزاف حتى يولي هكايا عجينه. بغيت نخليه هكايا مهرمش باش يبقى هذاك لوغو ديال التقرميش
في سلو كيجي زوين. صافي من بعد ما طحنت البنات كاوكاو وطحنت اللوز، عرفتي دغيا طحناتهم ليا الهاشوار نفعاتني. صافي هنا دزت البانيو بديت كنغربل. اول حاجه غربلت الطحين البنات، كما شفتوا الطحين كيفاش كيكون اللون ديالو مذهب. غربلت الطحين، حيدت منه داكشي اللي كيكون مكور، حيدوه. صافي ودزت هنا المولينيكس، درت فيها واحد 2 معالق ديال السكر كلاصي مع مسكه حره، طحنتهم ها همايا. ودابا غادي ندوز باش نخلط. وصافي البنات دابا كلشي وجدته هنايا. الطحين ها هو غربلته في البانيو. شفتوا البنات قلت لكم اللون ديال الطحين يكون بحال هكا، هذا هو اللون ديالو، ما يكونش فونسي بزاف وما يكونش باقي بيض، لانه باش ما يجيكمش خضر، باش ما يجيكمش المذاق ديال الطحين باقي خضر في السلو ديالكم. هنا المسكه حره اللي طحنت دابا مع 2 معالق ديال السكر، هنايا سكر كلاصي، هنايا القرفه، النافع، حبه حلاوه، واحد الكويس تقريبا ديال الزنجلان باقي صايل. وهنايا البنات عندي الكاوكاو ها هويا، اللوز، هنايا الزنجلان. هانتوما شوفوا البنات، اللوز انا اللي بغيتو يبقى ليا هكايا، كيجي زوين البنات هكا كيجي هكا زوين في السلو ديالكم. الا خليتوه هكا ما نيلتوهش بزاف كيبقى بحال مرمل وسط السلو، كيجي في الماكله زوين. دابا البنات بقات ليا غير الزبده، غادي ندوبها وغادي ندوز ديريكت نبدا نخلط في السلو ديالي. وهنايا البنات غادي ندوب الزبده كما قلت لكم الا بغيتو ديروها تكون نوعيه الجيده. انا راه خديت الزبده ديال العبار ديال سنترال، كدير شي 30 درهم الرابعه، خديت انا رابعه. والمقادير مضبوطه البنات ديال السلو اللي درت راه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. صافي حاولوا تذوب هذيك الزبده وخلوها تغلي واحد 5 دقائق، ما تخلوهاش تغلي بزاف حتى تولي بحال السمن اولا تولي نوازيط، غير تغلى واحد 5 دقائق بحال الطيب. صافي وحيدوا منها هذيك الكشكوشه اللي كتبقى الفوق، ضروري تهزوها تحيدوها. انا راه مع عندي الزبده قليله هنا غير رابعه، راه ما دارش ليا بزاف ديال الكشكوشه. نتوما الا كانت زبده كثيره ولا ضاعفتوا المقادير راه كتطلق هذيك الكشكوشه كامله، هزوها حيدوها. صافي دزت البانيو البنات، بديت ندير في المكونات كامله في البانيو. قبيصه ديال الملح البنات ما تنساوهاش باش تعادل لينا الذوق، ضروري ديروا اول حاجه واحد قبيصه ديال الملح. صافي درت الزنجلان، كاوكاو، اللوز، النافع، حبه الحلاوه، طحنوهم وهزوا 2 معالق كبار ديال النافع، 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه، 2 معالق كبار ديال القرفه، وديك مسكه حره اللي طحنت مع السكر كلاصي. ودرت السكر كلاصي، انا غادي نخلي لكم العبار مضبوط ديال السكر كلاصي اللي درت، وانتم كيمكن لكم الاختيار، ذوقوا ولا بغيتوا تزيدوا الحلاوه راه على الحسب ديالكم نتومايا. صافي خلطت هذوك النواشف مزيان وخديت هنايا الزبده وبديت كنزيد. انا غادي نخلي لكم العبار ديال الزبده وكلشي اللي درت انايا. صافي هنا البنات كنبدا كنعجن ندلك بحال كدلكو في العجينه. ضروري تدلكوه مزيان. انا البنات راه دلكت وكنت سراح وكندلك وكنت سراح حتى دلكتو مزيان. عرفتوا في الاخر ضرتني يدي، كتفي من الفوق ضرني بهذاك الدليك اللي دلكته، واخا عندي الكميه غير قليله. صافي هنا البنات الكوزه كنت نسيتها، درت واحد الحكيكه هنايا ديال الكوزه، وغادي نزيد هذاك الكاس ديال الزنجلان اللي خليته صاين ما طحنتوش. صافي وكنكمل اختي في الدليك، دلكيه مزيان. صافي وحتى لي دام البنات راه كتمكن لكم تحكموا فيه هكا. انا بغيتو معلك، ما بغيتوش يجي يسلو ناشف، خاص ضروري دوزيه باتاي ولا شي حاجه هكا. البنات كيمكن لك تاكلي غير بوحدو، ما كيوحل لك ما حتى شي حاجه، وكيجي معلك زوين. صافي البنات كما شفتوا راسي طفيت الكاميرا مشيت سرحت حيت عييت، ورجعت ليه تاني كندلك عرفتي بحال كندلك في العجينه، كندلكو مزيان باش هذوك المذاقات يتجانسوا مع بعضياتهم ويعطونا ويعطوا اللوغو ديالهم. صافي كندلك مزيان. وشوفوا السلو ديالي البنات كيفاش جا، شوفوا البنات شوفوا اللون ديالو كيفاش جا.
صافي دابا البنات غادي ناخذ واحد الطبسيل وغادي نقادو باش نشارك معكم السلو ديالي كيفاش جا. وكنقول لك اختي جربيه، راه سلو اقتصادي. انا راه ما تجاوزش معايا 100 درهم هاد السلو اللي وجدت من غير الزبده الا كنتي غادي ديروه بالزبده. وانا في الصراحه البنات كنفضل الزبده على زيت الزيتون. زيت الزيتون المذاق ديالو قوي وعاد ما اقتصاديش، وكيكون المذاق ديالو قوي في السلو، ماشي بحال الزبده البلديه كتعطي اللذه زوينه في السلو ديالكم. غير كما قلت لكم خلوها كيطيب واحد شويه باش ما تعطيش هكا، ما تعطيش داك المذاق باقي خضره في السلو. خلوها تطبخ واحد شويه وحيدوا ليها هذيك الكشكوشه اللي كتطلع الفوق، وحاولوا ديروا الزبده نيشان، ما ديروهاش زايده البنات، باش ملي تحطوا السلو ديالكم تحتفظوا به بشي بواطه ما تطلعش هذيك الزياده ديال الزبده. راه الا كثرتوا الزبده غادي فاش تحتفظوا به غتطلع لكم هذيك الزبده الزايده الفوق. حاولوا ديروا نيشان ليدام اللي غادي يحتاج سلو ديالكم. وصافي البنات خديت سلو ديالي قاديته في الطبسيل على هذا الشكل، وبديت كنزوق فيه بشويه ديال اللوز اللي نقصته من اللوز اللي قليت قبل ما نطحنه، نقصت واحد شويه للتزيين. وصافي هذا هو السلو ديالي البنات، كيجي على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم وكنتمنى تكون الطريقه مبسطه ليكم. حاولت ما نحذف لكم حتى باش تفهموا الطريقه كامله. عرفتوا والله العظيم البنات الا جا واحد سلو ما عرفتش عرفتي جا جديد كنقول عمرني ما درت بحال هذا السلو ديال هذا العام. جا لديد يا البنات والله العظيم الا جا لديد ديال بصح. شوفوا غير اللون ديالو المذاق ديالو خطير، ما كرهش تذوقوه معايا وتقولوا لي الراي ديالكم في السلو ديالي كيفاش جا. وراه اقتصادي البنات وجا خطير بكميه قليله. صافي هنا البنات من بعد ما غادي نذوقوا منه غادي نجمعوا كامل في هاد البواطه، غنحتفظ به في هاد البواطه. والبنات عرفتي عطيتهم سلو ذاقوا منه دابا، عرفتي ما يمكنش كيفاش جا، غير جربوه بنفس المقادير اللي عطيتكم. كيجي سلو مقوم معلق وبكميه قليله كما شفتوا هاد الكميه هادي. شوفوا البنات هانتوما عطيتهم دابا ذاقوا. شوف هانتوما شوف السلو كيفاش داير هانتوما واعر ها. وسي جربي اختي راه ما غاديش تندمي. عرفتي واعر واهم حاجه انه اقتصادي وكميه قليله. كاينين بزاف اللي كيبغيو هكا يديروا كميه قليله ديال السلو وما كيعرفوش. هاني شاركت معك اختي سلو مقوم اقتصادي وبكميه اللي قليله. واعر دابا البنات غندير واحد الطبيسيل صاحبتي باش نعطيها الذوق اختي اللي عتقتني بالهاشوار، وغادي نديرو هنايا نحتفظ به هنايا. عرفتوا راه ما يمكنش يا البنات شحال جا هاد السلو معلك ولذيذ. انا موالفه كندير سلو ولكن بهاد الطريقه اول مره كنديرو بصراحه، وهذه الطريقه غتبقى عندي معتمده. انا موالفه كندير سلو كندير فيه ايلان كندير فيه صوجا، ولكن الصراحه هذا هو السلو الحقيقي معلك عجبني بزاف. عرفتوا ما يمكنش هذه الكميه اللي خرجت لي البنات. هي جمعتها في بواطه وصيبت واحد الطبيسيل تما لصاحبتي اختي اللي عتقاتني بالهاشوار. عرفتوا غير جربوه البنات اقتصادي بلا تعقيدات ولذيذ بزاف. اللي بغى ديرو صحي في الفران ديرو، اما هكا باللوز مقلي كوكو مقلي كيجي لذيذ وكيجي فيه واحد لوغو اللي زوين. وكنتمنى اختي ينال الاعجاب ديالكم. الطريقه ديالي ديال السلو مبسطه اقتصاديه ما فيهاش تعقيدات ودغيا كتوجد. وهنا البنات راه ضروري من بعد هاد السلو هذا غتبقى لينا هاد الروينه هذه في الكوزينه. فدزت هنايا غادي نغسل هاد المعانات كاملين. عرفتوا اليوم البنات
شديت في سلو ما درت لهم لا غدا لا حتى شي حاجه، شديت في سلو حيدته عليا حيت باغا البنات نمشي للحمام وباغا ان شاء الله نصوم، غادي نصوم وحتى باش نشاركوا معكم بزاف اللي قلتوا لي ريهام شاركي معنا، قلت البنات غادي يبغوا يديروه، نحيد ليهم الفيديو ديال سلو نحطوا ليهم، وسير اختي جربي سلو ديالي وضروري ما ترجعي تخلي لي في التعاليق كيفاش جاك، انا متاكده بلي غتفرحي بحالي وغادي يعجبك سلو ديالك وغادي يعجب العائله ديالك ملي غادي يذوقوه وغيشكروك. صافي هنايا البنات غسلت المويعنات، هذيك الشيء اللي كيكون مدسم كنخوي عليه الماء طيب وصافي غادي ندوز للمونينيكس، هي غادي نمسحها بشويه ديال الخل ديال بيم. وهنايا البانيو حتى هو يا البنات اللي خلطت فيه سلو، كبيت فيه الماء طيب وغادي نغسلو صافي وغادي نمشي نجلس نرتاح. ما نكذبش عليكم عييت اليوم، ولكن الحمد لله فاش كتعياي وكتضربي تماره وكتخرج لك واحد النتيجه اللي زوينه كتفرحي الحمد لله. وغادي نقول لكم البنات بسلامه عليكم، هنا غادي يكون الاخير ديال لا فيديو ديالي، كنتمنى ينال اعجابكم وما تنسونيش بالتشجيع ديالكم.